هذا الموضوع انه شو صار معنات كلمة اشوري باللغة السريانية موضوع هام هو جدا وهذا ما له علاقة يعني بالاشوريين القدامى. صح. وبعدين اشوريين اليوم هاي بديهة بالنسبة للعلماء، اشوريين اليوم ما لهم علاقة بالاشوريين القدامى. الاشوريين القدامى شعب انتهى، ما عاد في منه لا بشريا ولا لغويا ولا حضاريا. صح. اشوريين اليوم هن ابناء الاراميين، هن ما لهم علاقة بالاشوريين القدامى. صح. يعني بالنسبة لكلمة أشوريين اللي واردة بتاريخ ميخائيل الكبير غير الملحق، يعني هو مثل ما تفضل أستاذ هنري إنه الكلمة يعني كان بدل على الأشوريين القدامى، مثل ما فرجينا هون بالمثل لما ذكر أبناء سام إنه الأشوريين وكذا كذا كذا والآراميين الذين هم السريان هيك قال. بس لما سقطت مدينة الرها بإيد الأتراك، والروها كانت يعني تقريبا السريان، كانت عاصمة السريان وعاصمة الثقافة السريانية تعظمها قد ما بدك. واللغة السريانية طبعا اللغة الآرامية صار اسمها السرياني بالرها، والكلمة السرياني يعني هي بالرها، انه اللغة الآرامية لها فروع ولهجات كثير. لهجة الرها الآرامية صار اسمها السريانية. لما سقطت الرها بإيد زنجي، هذا ميخائيل الكبير كان الوقت قريب جدا عليه. هذا كتب بكتابه الصفحة 630 من النسخة اللي نشرها شابو الفرنسي، عم يبكي على الروها، عم يرثيها. قال شبه زنجي، قال له الخنزير الاشوري. شو معنى هي الخنزير الاشوري؟ بالسرياني كتب حزيرو وثرويو. شو معنى حزيرو وثرويو؟ يعني كلمة اثوري باللغة السريانية صار لها معاني مجازية من ايام مار افرام ولغاية بعد ميخائيل الكبير. كلمة أشوري صار معناها إلى معاني قبيحة، صار معناها عدو، ظالم، كافر إلى آخره. طبعا ما كان في شعب اسمه أشوري بوقته. صح. بس هو الكلمة تطورت باللغة السريانية وصار هالمعنى القبيح فيها، فمن هيك سماه لزنجي، قال له الخنزير الظالم، العدو، الخنزير الأشوري اللي أنت دعست الشعب السرياني، قتل فيه آلاف. حتى بالقصة عم يذكر أنه كيف لما دخلوا وبلشوا بالسيف، ومطران الرها زلمه اختيار ولحيته بيضة وربطوه بالحبل ورا الحصان عم يجروه، جابوه بعدين. يعني القصة معروفة هي. وفي بالصفحة الثانية كمان من تاريخه، الصفحة 631 عم يذكر، يقول ميلثود حاسيو مور ديونيسيوس اوميد ميطولوثودوي. كلمة المطران مار ديونيسيوس المطران آمد عن أورهوي. مين كان ديونيسيوس؟ ديونيسيوس يعني هذا مطران آمد كان. فعم يذكر ويقول بعلاث أورهوي، بالعاث أورهوي بشبطو دروغزو وثرويو. بالعاث أورهوي بشبطو دروغزو وثرويو، يعني انه الرها يعني أصيبت بالغضب الاشوري. شو معنى الغضب الاشوري؟ يعني الغضب الظالم، الغضب الكافر، الغضب انه وبيدس، يعني سقطت المدينه اللي فيه بالاسطوره. بقول عن الاشوريين القدام. لا 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 لا، ما في اشوريين. لا 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 لا، ما في اشوريين. لا 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 لا، ما في اشوريين. لا لا. عم بقول انا التسميه الاشوريه بتاريخ ميخائيل الكبير ما كانت تعني السريان. عم بقول يعني تصور في عندنا قائد مشهور جدا، اظن عماد الدين الزنكي ولا نور الدين زنكي، استولى على مدينه الرها، مدينه اجدادنا، وكان والي الموصل، فبيقول عنه خنزير اشوري. يعني نص واضح سرياني، وفي عده نصوص